شفت برنامج في التلفزيون، يعني كان مسجل ومنزلينه طبعا على الاكسبلور. المذيعة بتستضيف المستشار أيمن محفوظ ووالد سوزي في مداخلات معاها. وكان المستشار أيمن محفوظ حرفيا منفعل ومتعصب ومتضايق، اللي هو عنده 700 ألف مليون يعني كلمة عايز يقولهم في وقت واحد، بس كلهم بيخبطوا في بعض، ما وصلش الفكرة اللي عايز يوصلها، أو يمكن كان الصوت مش واصل، الله أعلم. بس عنده كلام كتير جدا كان عايز يقوله، كان فعلا متضايق ومستاء ومتعصب ومتنرفز. نيجي بقى للطرف التاني اللي هو والد أو والدة سوزي. الاتنين يعني أنا حاساهم عايشين في مية الليفت حرفيا. انت مع المستشار او مع، لا انا مش مع حد، انا بقول رايي، لان انا رايي ما ينفعش اكتبه في كومنت. وعايزاك تشوف الفيديو للاخر عشان قبل ما تكتب كومنت تكون فاهم انا بقول ايه. والد سوزي اللي طالع بيعيط وبنتي وحق بنتي ومش حق بنتي، نصيحه من واحده بقول لك لم الدور واسكت، لانك هتقعد مكانها في الكلبوش. ليه؟ اهمال، معرفتش حافظ على بنتك، سبت بنتك تعمل افعال مشينه، سبت بنتك تسرح هنا وهنا وتقول لك عادي، سبت بنتك تلبس لبس اصلا ما ينفعش. تقولوا لي كل الناس بيعملوا كده، بس ما شفناش ابهاتهم، ما شفناش ابهاتهم على السوشيال ميديا، فبالتالي مش عارفين مين ابوهم، مش عارفين مين امهم، جايين منين، قاعدين. لكن دي واحده كانت حياتها على العام قدام ابوها وكان عادي، وكان عادي. انا مش هتكلم عن المستشار ايمن محفوظ لان هو اكيد عارف بيعمل ايه، واحنا في دولة قانون وورق، معاك دليل اثبت. بس هو قال كلمة فعلا حصلت من مامة سوزي، قالت ان هو بيبتز بنتها، في معنى انه بيبتز بنتها، وعشان ما رضيتش تعمل اللي هو عايزه فهو بيعمل فيها كده، وهي ما حلتهاش فلوس. يبقى حلتها ايه؟ البنت ما بيبقاش حالتها يا فلوس يا حاجه تانية. لما انا ما معيش فلوس يبقى ايه؟ على قول امها ان هي كانت تستلف منها ال50 جنيه، مع انه بنتها قالت انا بدفع 1000 جنيه اوبر بس عشان رايح جاي، ده غير ان انا بصرف على اهلي، غير ان انا بجيب لاهلي وبجيب لاختي وبجيب لابويا وبجيب، هم بعوضهم عن اللي فات. وتطلع امها في فيديو من الفيديوهات تقول بنتي معاها 15 مليون. ازاي ده؟ انا كنت بتستلف مني ال50 جنيه عشان تروح مواصلات وتيجي مواصلات. الاستخفاف بعقول المشاهد او الطفل اللي بيتابعهم، لان لو حد كبير هيبقى فاهم ان ده كله استخفاف. طيب باباها ما كانش بيرد بهدوء، ده راجل بارد، لان الراجل اللي عنده نخوة وعزة نفس وكرامة ما يسمحش لبنته تقعد لوحدها في شقة في مكان بعيد عنه وتيجي لهم زيارة. دي مش متجوزة، ده على رأيكم طفلة. هل يسمح للطفلة تقعد في بيت لوحديها في مكان بعيد عن اهلها لمجرد ان هي مش حابه تدخل الشارع باكياس نايلون؟ طب ما تسكنوا معاها، خدوا شقه بعيد، ما دام ربنا مقدر بنتكم تاجر شقه في مكان كويس بالمبلغ ده، واحنا عارفين اجارات الشقه في المكان ده قد ايه، يعني بيكون بمبلغ قد ايه. انا اسمع ارقام مهوله. كنتوا رحتوا سكنتوا معاها وحافظتوا على بنتكم، ما هي تبقى قدام عينكم. يعني اول حاجه زرعتوها في قيم البني ادم للبنت لما ما تكونش عاجبها الوضع في بيت اهلها تاخد شقه لوحدها، والحجج كتير وعادي. اهو بابا وماما بيرضوا، يعني بابا وماما سوزي بيرضوا، فليه انتوا ما ترضوش؟ طيب تاني غلطه وهي اتعاقبت عليها، يعني عشان الناس اللي بتقولك انتوا بتصوروا حياتها، لا، هي حياتها اللي متصوره على العام، مش احنا اللي بنصورها، هي اللي بتنزلها. كان شتيمه، كلمه، نفس، هي اللي بتنزله. حتى لو دخلت البيبي بتقول، بتطلع بتشد البنطلون، ده كله هي اللي بتعمله، مش احنا اللي بنصوره، ده كله بتعرض منها مش مننا. تاني غلطة لما بنتك كانت في لايف من اللايفات وهي اللي اعترفت وقالت ان انا ابويا، انا مش عايزه اقول اللفظ والله، اللي هو طبعا المستشار قاله في التحقيقات والكلام اللي بيتكلم فيه، هي اللي قالته بلسانها قدام الناس. لما انا حتى الكلمه اللي بقولها وانا حد مهم في المجتمع اقول الكلمه دي على انها حاجه عاديه وبقولها قدام الناس ان هي حاجه عاديه، يبقى الغلط فين؟ الغلط في القائد الراعي اللي بيحافظ على اهل بيته لما يسمح لبنته تقول كلمه زي دي. احنا ما نسمحش لبناتنا يقولوا لفظ خارجي، مش كلمه زي كده. طيب
بنتك كانت في الفترة الأخيرة أي حد ينصحها تطلع تقول لك إيه، أنتوا بتاخدوا الشهادات على قفايا، أنتوا بتعملوا مشاهدات على قفايا، وتقعد تقل أدبها في الكبير والصغير، حتى اللي في الإذاعة والتلفزيون ما سلمش من لسانها، وهو ما كانش يقصدها بإهانة، كان بيوضح أمرا ما عن المعيشة اللي عايشها، إنه شغال ليل ونهار ما بيجيبش 3000 جنيه، وواحدة بتقول ألفاظ مسيئة ومشينة بتدعموها بالشكل ده. هو كان بيعبر عن استياء، وده رأيه الشخصي، ما دام الحاجة على العام فيترد عليها في العام، ما هياش حاجة في السر، ما حدش تتبع حد خلف الكاميرا، ده كل الحاجات دي كانت على العام. والدتها ما عرفتش تحافظ على بنتها، ده المفروض يتعمل لها محضر يعني ان هي محضر اهمال، ان هي ما عرفتش تحافظ على بنتها. اي ام تسمح لبنتها تبعد بعيد عنها بالشكل ده وتقول عادي؟ اي ام تسمح لبنتها تحط كريم واقي شمس لشاب اصلا مش من عيلتها ولا من دمها ولا من لحمها زي ما بيقولوا؟ اي بنت يسمح ليها من امها طبعا، عشان انا بقول الام اللي هي اللي بتأم، تسمح لبنتها ان هي تلبس اللبس ده وتخرج معاه وتقعد معاه وتهزر معاه قدام الكاميرا بالشكل ده؟ يعني هم واخدين على بعض قوي، احنا مش بنتهم، بس هو اللي قدامنا كده. اي ام تسمح لبنتها تبات بره البيت وما يبقاش في ضوابط؟ اي ام المفروض تعاقب بنتها وتلمها غصب عن اللي جابها، وهي في نفس التوقيت تسمع الكلام ومحدش يقدر يلومها لانها امها، لكن يلوم لو بنتك انت عملت عكس كده. انت سيادتك حافظت عليها عشان خاطر تطلعي تقولي عايزه حق بنتي؟ الحق بنتك احنا اللي عايزينه منك، ان انت ما كنتش ام جيده، ام انشغلتي تروحي تداوي وتعالجي الناس، وبيتك اولى بيكي. ده حتى المعروف، حتى الصدقه، حتى الكلمه الطيبه احنا اولى بيها اهل البيت، ولما نكون مشبعينهم بنطلع الفائض بره. انت فين من اللي عملتيه ده؟ احنا تعاطفنا معاها في المره الاولى، وتعاطفنا معاها في المره الثانيه وفي المره الثالثه، لكن في الثالثه هي فعلا ساءت فيها، بقى شكلها شكل واحده ولبسها مش حلو، اسلوبها وعيشتها مش حلوه، وطريقه كلامها بقت ما فيهاش قله ادب، بس فيها تجاوز وتطاول على اللي اكبر منها، فبرضه مش حلوه. وفي النهايه غسيل اموال، وده احنا مش هنكدب القانون. وانت طالعه تاكدي بتكدبي فيهم وبتقولي لهم انا منين بنتي معاها 15 مليون، يعني دي قضيه ملفقه لبنتي، فانا بنتي مش معاها 50 جنيه تروح حتى مواصلات وتيجي مواصلات وتشتري كيس شيبسي وتشتري كيس كاراتيه. ما هو يا انت مغفله يا انت بتطبقي وبتغفلي من تحت لتحت عشان تلمي الدور، لكن لما تيجي تتهمي ما تتهميش في الجهات المختصه اللي بتحقق وتعمل. انت اللي قلتي انه ايمن محفوظ كان عايز مصلحه من بنتك، يعني بلسانك، وكل الناس شافوا الكلام دوت، حتى كان في لقاء صحفي وانت بتتكلمي وبتقولي الكلام دوت. بنتك كدبت عليكي، بنتك قالت لك، بنتك كذا، انت اللي صدقتي. طب سؤال تاني معلش، انتوا مش معاكم تليفونات؟ ما بتشوفوش فيديوهات بنتكم؟ ما بتشوفوها؟ ما حاولتوش حتى تبعدوها عن الطريق اللي هي ماشيه فيه؟ على الاقل يا اخي من باب ان انت تخاف على بنتك، تحافظ عليها، تبعد عنها اي اذى. ولما حد يسألك عن الشخص اللي كان معاها، اللي تقريبا بنسبة 70% هو اللي مورطها، وناس شايفة ان هي اللي مورطاه، ما حاولتش تمنعها، ما حاولتش تحافظها كأب، ما حاولتش تبعد عنها الأذى دوت؟ يا اخي حتى تبقى صورتك حلوة قدامنا، يطلع لنا مثلا تصريح كده والد سوزي قام عمل كذا في سوزي عشان تسكت وتتلم، ما شفناش منك الكلام ده يا حاج عجة. وانا والله بقول حاج عجة على كل واحد مش مهتم في اهل بيته يعني. فما تلومش على حد وتحكم على حد وتتهم حد، وانتوا اللي قايلين اللفظ ده من نفسيكوا، وانت وبنتك اللي كنتوا في اللايف وقلتوا اللفظ ده بنفسيكوا، واللايف ده كان مسجل ومتوزع شمال ويمين، غير الفيديوهات المسربه لبنتكم مع واحد اسمه نسيت اسمه يا جماعه والله العظيم، ما اعرفش ليه نسيته، بس المهم نسيته بطريقه بشعه. مش ده النموذج اللي نتمناه، ومع ذلك بنقول ربنا يفك اسرها وينصلح حالها. وفعلا الاهل نصيب، مش كل واحد ربنا بيرزقه باهل يبقى راضي بيهم، نصيب، وانتوا نصيبها، مش هي اللي نصيبكم.